السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا معلش يا جماعة الفترة اللي فاتت بقالنا أكتر من شهر منزلناش فيديو. طبعا والله بص الصبح النهاردة أنا قلت أعمل فيديو كده عشان لقيت نفسي فاضي كده. طبعا السبب اللي أنا معملتش فيديوهات هو أنا في تالتة ثانوي يا جماعة، فصعب أوي إن أنا بلاقي فترة فيها اللي أنا فاضي أحاول أعمل فيديو. خلاص فاعذروني يعني ادعولي بس. خلاص حاولت الصبح يعني ان انا اعمل فيديو. طبعا ظبطت الفيديو وخلصته، بس طلع التليفون بتاعي خلاص بيعمل حاجه غريبه كده، اللي هو مثلا يخلي الواحد جسمه ثابت والكلام يعني الصوت شغال بس مفيش حركه. تمام، فكل اللي انا عملته ده مسحته، يعني تعبت فيه على الفاضي. بس ماشي يلا بينا. طبعا بصوا النهارده ان شاء الله الفيديو بتاعنا ايه، هو مش هيبقى طويل طبعا عشان انا عامله بس بالليل وكده، فالاضاءه مش هتبقى قد كده برضو. فهنقوله خلاصه اللي حصل معانا في الفتره اللي فاتت اللي احنا ما عملناش فيها فيديوهات. خلاص، وفي حاجات حصلت ياما قوي في الفتره دي يا جماعه. طبعا اخر فيديو اللي كنت عامله لبيع الحمام الكبير. تمام، طبعا الفرد عمال يزوم وانا واقف. خلاص يا جماعه، ففي الفتره ديت حصل معايا والحمام نص الحمام تقريبا تعب، وفي حاجات ياما حصلت وكده، فهحاول اقول لكم في الملخص النهارده كده. خلاص، بس قبل ما نبدا متنسوش تدعمونا بلايك والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا. طبعا حصل الفتره ديت، بصوا اللي حصل بالظبط. طبعا كنت انا لسه بالظبط كنت لسه عامل فيديو اللي هو ايه، الحمام البيع يا دوبك عدى اليوم يومين بالظبط. فكان الحمام كله ايه، خلص يعني كل الحمام اتباع خلاص. بس قبل الفترة دي بقى كان في طبعا حمام ساب اللي قلت لكم عليه البيع الاصل ده مع الفرد ده مع ده وكده. فبقى ايه منهم كلهم اتبقوا القص ازاي. خلاص، فنفس الوقت ده كان اخويا ماشي في الشارع يعني وكده، لقى فرد استرالي تعبان، فهو حب يعني يشوف نفسه هيعرف يخليه يخف وكده، يجرب علاج معاه وكده. اخويا طبعا صغير خالص، هبقى اطلعه لكم بعد كده معايا في فيديو. خلاص، فاخدوا المعلم. طبعا كان لسه الحمام ايه، اللي هم القصر دول لسه موجودين، لسه متبوش، سابوا في الارض. خلاص، طبعا الحمام كله كان ايه محبوس اهو. خلاص، فاضل بس ان هم ايه السايق سابه في الارض، والحمام طبعا بينزل ويطلع ويشرب بقى في الارض ويعمل كده، وهو كده كده كان سابه في الارض. وانا الفتره دي ما كنتش بخش حمام، انا كنت بخش بصوا احط الاكل ايه وميه وشرب ويلا بينا ايه نطلع. اللي بيبقى ما اعرفش مين اللي اصلا محسن، ولا اعرف مين اللي مطلع ومين اللي اصلا قاعد على البيض ولا لا، او ما بكتبش تواريخ. تمام، وكانت الدنيا يعني حتى بص عندي قص حمام المفروض اصلا ما يقعدش على حصاه، قعدته والله اعلم بقى في الزغاليل اللي هتطلع يعني. ابو فديرة اصلا والله. بس الحمد لله يعني ايه، في قص يعني حنين عايز فاهم، هعرف اتعامل معاهم يعني. خلاص، فطبعا ايه، طبعا لقيت الحمام اللي هو الزاجل ده لقط. تمام، لقط من الفرد اللي اخويا جابه. خلاص، لقط منه، فبدات اعالجه بالعلاج القديم كنت عامل عليه فيديو قبل كده، اللي هي القطره دي الصغيره، وبدات اعالج بيهم يعني. قعدت بالظبط، كان في واحد عايز يشتريهم، فقلت له ايه خليك يومين بالظبط قبل ايه ما القصي. قلت له يعني حسب اللي انا قلت لكم دلوقتي كذا كذا يعني. خلاص، على اساس القص تعب وكده، فالحمد لله القص خف وصحابه جه خدوا. خلاص، طبعا القص ده كنت انا ساعات بفتح على كان في قصين هنا بيطيروا عندي برضه، بفتح عليهم كده وبسيبهم ايه يطلعوا يخشوا يعني. فساعات القص ده الزاجة ده بيخش هنا مكانه. طبعا العيون هنا في وش بعضها، ما فيش الا خشبه والتهويه بقى زي ما انتوا عارفين. خلاص، يوم ورا التاني الفرد عينه كسره سنه كده. خلاص، قلت يعني ما فيش حاجه، هتلاقي ايه بس الفرد هو نايم كده ولا حاجه. خلاص، سيبته. لقيت تاني يوم ايه زادت الحاجه، بعدين لقيت قص ورا التاني ورا التالت، يعتبر نص الحمام كله جاله تعب، بالذات الزغاليل اللي كانت لسه طالعه. اعمل ايه جيت عملت بالقطاره اللي انا قلت لكم عليها الفيديو اللي فات ده، اللي انا كنت عامل عليه فيديو. مشيت يومين بانتظام بقطنه ميه سخنه، بمسح عينيهم واطلع الجبن اللي في عينيه. خلاص، وهو يعني بنضف لهم وببدا احط لهم.
خلاص اليومين اللي انا مشيت عليهم ورا بعض دول تمام، الحمام بدأ ايه يخف. في فترة قطعت عليهم العلاج 3 أيام ورا بعض، خلاص فالحمام زي ما تقول كده ايه الحالة بتاعته بقت أسوأ. خلاص وجيت أعالج تاني من العلاج مش عايز يجيب نتيجة، عشان إيه؟ زي ما تقول كده المرض خد عليه يعني. فحبيت أعمل ايه تركيبة تانية، قلت أعمل تركيبة تانية أعلى شوية عشان ايه يعني ايه يجيب حاجة سريعة كده يخف على طول. طبعا جربتها بقالي يوم والنهارده يعني يعتبر انا حاسس ان الحمام فك شويه، لو نفعت معايا هقول لكم عليها في فيديو. خلاص وطبعا مشيت على النظام ده. طبعا هوريكم دلوقتي الحمام اللي حصل له دلوقتي وايه يعني الحمام كله هوريكم الوضع كله تمام. طبعا بص بقى في برضه حاجه حصلت هوريها لكم. خلاص طبعا بص بقى طبعا حبيتش اصور الموبايل بتاعي عشان ما يحصلش كده الفيديو يعني يقطع، والفيديو اللي معايا لو صور فيه ده ايه هيفصل، فانا هضطر اولع كشاف بتليفون تاني. تمام بص فاكرين طبعا انتوا النتايه دي، بصوا كده اهو باينه معاكم اهي، فاكرينها طبعا اللي كانت مع الفرد اللبلة اللي كانوا هنا. بصوا كده تعالوا كانت هنا مطرح ده. خلاص النتايه دي كان معاها فرد اللبلة يا جماعه. طبعا انا متعود كل يوم اخش احط لهم اكل وميه يعني وكده. طبعا زي ما انتم شايفين كده الستاره مقفوله بالليل اهي. طبعا انا بشدها خالص من هنا لحد دلوقتي ما قفلتهاش يعني، اهو الحبل بتاعها وتبقى ناحيه تانيه. ببقى قافلها من هنا خالص، بشد ده من لاخره كده تمام وبقفلها تمام، وهنا برضو نفس الحكايه. ففي مره جيت لقيت الباب ده مفتوح، باب الحمام ده مفتوح كده. خلاص فكرت حد يعني اليوم اللي انا ما حطيتش فيه الاكل الحمام هم جم حطوا نفس الباب، بس الحمد لله لقيت الفرد هو والنتايه في الارضيه تحت ما طلعوش يعني. خلاص جه يوم تاني لقيته نفس الحوار كده، بس المره دي انا متاكد محدش طلبت منهم محدش يحط اكل وميه تاني تمام. انا اللي حطيت وقفلت كويس وراه، لقيت الباب ده مفتوح تاني. طبعا انا عشان عندي هنا قط اللي قلت لكم عليه اللي هو اسمه بسيوني تمام، كنت واخد نتايه انا من واحد صاحبي ولدت وخدت الذكر انا وخليته عندي ورديت النتايه وعيالها تبين لاصحابه تمام. فكبر الفرد ده اللي اسمه ايه ده القط ده خلاص، فخليته عندي بقى عندي تمام. قلت عشان الفار وكده يعني هو تمام ما فيهوش حاجه يعني. خلاص بقى حطيته هنا بيخوف الفيران وكده. فالمعلم لما بيحب يطلع تمام بيقف على السور هنا عادي بيجي ناطط كده، بيهبش بجناحه ايه برجله ويجي طالع كده اهو تمام. بيطلع بيحب ينام فوق ناحيه جنب زوله كده وبيقعدوا يتعاركوا هما الاثنين تمام. فلقيت الباب مفتوح، لقيت التيرة واقفة على الباب. أول ما صحيت كنت صاحي الساعة 7 يعني الصبح بدري يعني. لقيت الباب مفتوح هنا، لقيت التيرة واقفة، تنيت أبص على الدكر، بصيت تحت الأرضية تحت العشة ملقتش الدكر. نزلت الشارع ببص تحت العربيات يعني مثلا اللي هيكون واقع تحت العربيات ده ولقيتهوش. فتقريبا كده حد خده عشان الفرد ده أنا أصلا كنت خرط تمام، أنا قاصص جناحه أصلا تمام، فأكيد حد خده. يلا يا ربنا يعوض عليك تمام. تعالوا بقى نكملوا حكايتنا. تعالوا بقى ايه هقول لك كشاف ثانية واحدة كده اهو. بص بقى ادي معانا كده القص الاولاني ده كان من ضمن الحمام المطلوب تمام، بس انا ما بعتهوش اللي قالوا لي القص ده مش تبع البيع. طبعا عندهم ايه جوه عندهم زغلولين اهو. بصوا كده هطلع لكم انا الزغلولين، سيبك من الكشاف ده هو كده. بصوا الزغاليل يا جماعه. طبعا بص عشان انا كنت برضو ايه مش ببص عليهم قوي، واحد طلع كبير ومطلع ريش والتاني بص قد ايه صغير خالص. فانا احاول لما اجي يلبنوا بقى احاول اشيل ده عقبال ما ده ياكل. طبعا بصوا هنا برضو الزغلول كسر عينه ازاي بصوا يعني ممكن ما بص التانية لو تاخدوا بالكم بس العين التانية بص دي كسرها تمام. يبقى الفرد ده هيخش على تعب كده، وده اصلا يعتبر مش عارف ده شكله برضه تمام. بص التانية عينه التانية اهي بص اللي هنا خلاص تمام يا جماعة. فزي ما قلت لكم كده اهو. عيالك يا غبي بتعض مين؟
طبعا الفرد ده كان جاي له برضه اهو النتايه بتاعته. طبعا المرض ده يا جماعه بيجي اكتر للزغاليل عشان بتبقى ضعيفه وكده. تمام، فالحمد لله الفرد ده خف والنتايه. تمام، بدأ يجيلي عند النتايه ديت. لو تاخدوا بالكوا كده، استنى اطلع لكم الكشاف بالتليفون التاني. بص كده اهو، لو تاخدوا بالكوا عينيها برضو ايه مدمعة شوية. فانا دلوقتي هحط لهم علاج بعد ما اقفل معاكم. بحط لهم مرتين في اليوم يعني بحط لهم. وطبعا كان في فردة واحد اسمه ايه عنبر اسود، والاتنين ازرق قطيفة. وكان في الفرد اسمه ايه ده العادة التاني اللي شبه النتاتي. بس الفرد ده برضو يعني الفرد ده اتظلم معايا شوية. بصوا اهو الثانيين بقينا معاكم. والفرد ده خس خالص، بحاول اديله ايه، لسه هجيب له ابرة اسمه ده مضاد حيوي. كنت قايل عليه قبل كده انا برضه هديها له النهارده. تمام، عشان عندي خلص. طبعا مبقاش الحمام السايب، بس دول اللي مكانش تبع البيت ده اللي عندي يعني عاديين. هو الزاجل هم دول. تعال بقى اوريكم بقية الحمام وايه اللي حصل معايا. طبعا انا عندي القص ده كده، بص كده. اصل دول عيال كنت حطيتهم تحت زولوت، وطبعا كانوا متعرضين للهواء عشان زولوت سايب وكده. الفرد ده كان بيموت مني اصلا. تمام، بس الحمد لله اهو عينه مفتحه. بص بقى على كده ايه، هثبت لكم الكاميرا وهنشوفوا ايه دلوقتي. بص طبعا هنا فرد الحمام. بص المادة البيضة دي يا جماعة بتتراكم في عين فرد الحمام لحد ما بتعمل حاجة شبه القطنة كده تخينة. خلاص، طبعا انا بشيلها بقطن ومية سخنة. بص اهي شايفينها كده اهو الجزء ده. خلاص، طبعا انا برضو بص بقه اهو. بص بحاول انضف ده كله بايه. طبعا الفرد لما تفتح بقه يا جماعه ريحته وحشه قوي. طبعا اول ما بروح اجيب مثلا اي حاجه طويله عندي كده خشبه ولا حاجه، ببدا انضف بقه كده. تمام، كل ده هعمله بس بعد ما اخلص الفيديو. تمام، عشان بس ايه ما نطولش عليكم. طبعا اخوه التاني الحمد لله خف برضه شويه عن المره اللي فاتت. تمام، انا لسه بادئ معاهم العلاج امبارح اللي هو العلاج الجديد. طبعا القص ده عمل معايا حركة الصبح وانا بعمل الفيديو الصبح اللي اتمسح. يا عم خلاص، رمى الحصواية وقعها وانا مصور. طبعا دول اهاليهم هم اهالي الزغالين دي. طبعا الاهالي دي برضو ايه كانت خاسة فترة كده يا جماعة، خاسة وما حسيتش تاني من ساعتها. يعني القص دول ما حسوش تاني هما واللبلة الاخضر يعني. طبعا دول الازرق ابلق. بس الفرد ده يا جماعة الفترة اللي انا مكنتش ببص عليهم. بصوا كده ايه مساح، مكنتش بحط كالسيوم ولا كنت بحط اي حاجة في الطواجن. فالفرد ده احتمال يا اما الحقه دلوقتي يا اما لما يكبر اذبحه عادي يعني، مش هتفرق يعني، هو كده كده فرد واحد. طبعا والنتايتين اللي كانوا عندي وجبت لهم ذكر اهو. تمام، طبعا كانوا قاعدين مع بعض ضربوا بعض. بصوا دي عامله ازاي. الذكر اللي هو ابو فنار كبير ده اللي في النص. تمام، والقص دول كانوا رايحين في داهية خالص برضو. كانت عينيهم رايحة في داهية خالص والله العظيم. كانوا قافلينها لدرجة اللي كان عندهم زغاليل ما كانش بيأكلوها أصلا. تمام، وادي القص السراري تحت منهم زغلول اهو، وانا قص السراري برضه تحت منهم زغلول. تمام، طبعا كان هنا كنت حاطط المرة ده الكبير هنا. كان فيه أربع حمامات، اتنين أزرق قطيفة، واحد عنبر أسود، واحد أبيض، واحد قصدي عادة. تمام، بقى من الأزرق قطيفة فاضل واحد أهو. أخوه طبعا طار مني. طبعا أنا كنت بفتحه من ضمن إنكم كنت عامل عليه فيديو إن أنا وأنا بنش يعني. ففي مرة فتحتهم وسبتهم يعني، والهوا كان جامد ساعتها، فتقريبا الزغلول اتنطر معرفش يرد تاني. طبعا بص عينه. هحاول بعد ما اخلص برضه هاخد ده كله وانضفه واعمله. طبعا عزلتهم عن بعض عشان كنت سايبهم مع بعض، كل ما اخف واحد منهم يبقوا قاعدين تاني، فعزلتهم عن بعض. وبحاول اطهر مكانهم. معايا بخاخة كده فيها كلور. تمام، كلور وخل، فبرش مكانهم. خلاص يا جماعة، طبعا الفيديو بتاعنا النهارده قصير بس حبيت اقول لكم ايه اللي حصل وكده.
وما تزعلوش الفترة اللي فاتت اللي ما عملتش فيها فيديوهات. ان شاء الله هحاول اعمل لكم فيديوهات الايام الجاية ان شاء الله. بس كده كانت، متنسوش تدعمونا بلايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.